في هذا الفيديو هذا غتخليكم معنا من الاول الى الاخير، عده معطيات وعده مواضيع، وغادي نبداو بالموضوع الجميل المفرح اللي كيخلينا نرفعوا راسنا عاليا ونعتزوا بالقضاء ديالنا، وغادي نكملوها بالاتجار في البشر ديال لبنى ومن معاها، يعني الزوج ديالها والمطالبه بالحق اللي هي الام. وغادي ندوزو كذلك عندنا خديجه وناديه. الله يا ربي، الله، واللي ما عنده خديجه يكتبها فين في عين السيخ. المهم خوتي العزاز، غادي تخليكم في هذا الفيديو من الاول الى الاخير. كنتمنى انكم ديروا لنا اللايكات ديالكم، ما تبخلوش علينا، وانتم فعلا ما كتبخلوش اللايكات والتعاليق وكذلك الاشتراك. بغيت نشكركم فرضا على الناس اللي مشتركين في هذه القناه، على الثقه ديالكم، على التعاليق ديالكم اللي كتنم على حسن الخلق ديالكم، واللي كتنم كذلك على المستوى الرفيع ديال التفكير ديالكم. كاينين شي ناس ولو انهم كيعترضونا في الرؤى وكيعترضونا في القضايا، ولكن كتجي تكتب لك تعليق او لا تكتب لك انتقاد بكل احترام وادب. ما ارقاكم يا متابعي الكرام. المهم خوتي العزاز، كيف ما عرفتوا صبحنا على خبر جميل. هو كان ليلة البارحة في وقت متأخر من الليل، كانت أجواء ديال الفرحة بالنسبة للخروج ديال الدكتور التازي اللي قضى 3 سنوات تقريبا سجنا، وبرئ من جميع ماشي من جميع، برئ من قضية الاتجار في البشر هو وجميع المتهمين. المهم كانت أحكام متفاوتة في هذه القضية، كاين اللي 5 سنوات، كاين اللي سنة، بداية من سنة موقوتة التنفيذ إلى 5 سنوات نافذة. المهم كل واحد على الجرم ديالو، ولكن مع هذا وذاك كنعتزوا بهذا القضاء ديالنا اللي كيرفع راسنا، قضاؤنا المستقل. كيف ما قلنا قضاؤنا المستقل، ومنين كنقولوا مستقل عن جميع الإدارات وعن جميع يعني الاعلام، ولا الضجه الاعلاميه اللي كتكون، ولا اليوتيوب، ولا اي حاجه يمكن لها تقيس القضاء ديالنا، فهو مستقل عليها. ما عنده الارتباط لا بالقبه البرلمانيه، ولا بالوزراء، ولا بوزاره كذا غادي تمشي مع وزاره كذا، فغادي يكون الحكم ديال وزاره كذا تقتضي فهي تقتضي. لا 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 لا, لا. القضاء المستقل كيحكم بالاحكام القضائيه، مستقل عن اي ادارات، مستقل عن كيف ما قلنا لكم عن اي راي، عن اي ضجه اعلاميه، وعن اي ضغط كيديروا الشعب او لا كيديروا المجتمع المدني. ما علينا خوتي العزاز. انا اللي فرحني البارح البراءه، هي فرحتنا، ما نبغيوش السجن حتى واحد. وهذه البراءه اذا كانت لشخص فهي للمغاربه باكملهم. قضيه الاتجار في البشر قضيه تهمه يعني متختخه وتهمه ثقيله جدا جدا جدا. اذا قاست يعني الدكتور التازي والمؤسسه ديالو الطبيه او الاداره ديالو الطبيه، فهي كتقيس بشكل غير مباشر الطب ديالنا والاتجار في البشر وسمعه الطب ديالنا. فهاد القضيه ان برأت الدكتور تازي فهي في الهدى ديالها يعني في القلب ديالها كتبرأ جميع المؤسسات الطبيه او المستشفيات الطبيه ديالنا. فالشكر، كل الشكر للقضاء النزيه، لنا كل الثقه فيه. كنت فرحانه بهذا القضاء، وكنت فرحانه بهذا الحكم هذا، وكنت فرحانه للدكتور التازي، وكنت فرحانه للولد ديالو اللي خرج متاثرا. دايخ الدري، دايخ، ما متيقش، ما مستوعبش، ما بحال مخبوط للراس. صراحه اثر فيا بزاف المنظر، حتى انا ولو ما قال حتى كلمه. شفت بانها تقال في واحد المنبر بانها قال بانه انا عاد غادي ننعس اليوم، عاد غادي ننعس. كانت فعلا اطوار ديال القضيه كانت طويله جدا، استوفت جميع الشروط ديالها. كانوا فيها بزاف ديال المعطيات، كانوا بزاف فيها ديال الشخصيات، كانوا فيها بزاف ديال المتابعات، كانوا فيها بزاف ديال انهم خصهم يتحروا الحقيقه الى انهم وصلوا لهذه الحقيقه اليوم، الخروج ديال الدكتور تازي وبراءه من الاتجار في البشر. وكذلك اثر فيا الكلمه ديال المحامي اللي خرج كيقول لك بانه ما يهمش الاحكام الاخرى وما يهمش التهم الاخرى، اللي كيتهم لنا هي الاتجار في البشر. هذه التهمه هذه اللي ما بغيناهاش تلصق على المغرب ديالنا. حنا مغاربه ما كنتاجروش في بعضياتنا. كانت كلمه جد 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 مؤثره، وكتقيس العمق ديال المغاربه. حنا مغاربه ما كنتاجروش في بعضياتنا، ليعلم الجميع اننا نحن المغاربه ما كنتاجروش بعضياتنا. قد نخطئ هنا او هناك، وقع عليك تهمه هنا او هناك
او دير ما غنقولوش جريمه، لان الجريمه مرفوضه في اي يعني في اي مجتمع مرفوضه، ولكن قضية الاتجار في البشر هي كتجردك من الإنسانية، أنك تاجري في أخوك المسلم أو تاجري في الآخر، أو تستغلي ضعف الآخر من أجل جني أموال. هذه يعني كيكون واحد انعدام ديال الإنسانية. فأتت كلمة المحامي مؤثرة جدا جدا جدا. قال لك ليعلم الجميع أننا شعب لا يتاجر ببعضهم، وهذه أهم حاجة. وشكر بدوره القضاء، وقال بأن القضاء ديالنا نزيه، قضاؤنا مستقل، قضاؤنا لا زال بخير. كنعتذر كما لا زلنا نحن بخير. اذا هذه الاحكام هذه كترفع راسنا، ماشي شي واحد مثلا ياخذ البراءه نحنايا نتقوقعوا ونبكيو وندبوا ونخبطوا ولا وكيفاش خصو يدخل للسجن. الله يا ودي، الله يا ودي، واش دار ليك واش دارت ليك؟ لو رآه القاضي متهم او مدان لا ادخله للسجن. كفى من ظلم الناس، كفى من ظلم العباد، كفى من اننا نبين واحد الصوره خايبه على البلاد ديالنا. ديما كنت كنقول لكم حنايا لازلنا بخير، وديما كنقول لكم هذا اليوتيوب هذا المغربي ولا الاعلام ولا تسويق لبعض القضايا اعلاميا ليس كما ترونه. حنايا ماشي هكا، احنا والله ما هكا. خصوصا الناس اللي عايشين في الغربه كيقول لك بان واش رجع المغرب هكا، واش هادشي اللي كنسمعوه، واش هادشي، وكنسمع هاد المداخلات وكتحز في نفسي. ودائما كنقول لكم حنا ماشي هكا، حنا يا راه لازلنا بخير وسنبقى بخير وسنظل بخير. ها حنا اللهم لك الحمد كننعموا بالسلم والسلام، وكننعموا بالاخلاق، وكننعموا بحسن الضيافه، وكننعموا بالكرم، وكننعموا يعني بالنكته. كيتعجبنا الضحك والتقشاب والفرحه والمساريه والمكله والشرب والافراح والمسرات والخروج والدخول. كيعجبنا كل ما هو زاهي وباهي. هذيك السجن الله يعطيه للي كيحفر ليه. السجن الله يعطيكم اخوتي، غير داك السجن اللي كيحفر ليه ولا اللي كيبغي الناس تدخل للسجن يعني بدون موجب شرع. اما الا دار البنادم الذنب كيستاهل العقوبه من الاخر. وماشي حنا اللي غادي نقاضيو الناس، كاين قضاء، كاين قضاء، وكاينين متابعات، وكاينين الناس اللي عندهم الحق كيمشيو يطالبوا بالحق قدام القضاء. اذا راك القاضي بانك مظلومه غادي يحكم لك يعني غادي يحكم على المظلوم. راه المظلوم انت اللي ظالمه فاكيد غادي يحكم له بالبراءه. اهم حاجه كيف ما كنقول لكم في هذا الموضوع هذا أن كلمة المحامي كانت جد مؤثرة. عاد الكلمة ديال يعني اللي قالها الدكتور تازي قدام القضاء كانت مؤثرة جدا جدا جدا، اللي استخدم فيها يعني آيات قرآنية، واللي كانت مؤثرة، واللي خاطب فيها القضاء يعني بواحد الخطاب روحي وواحد الخطاب إنساني هو وجميع المتهمين. يعني هنايا كنشوفوا القضاء ديالنا ولو أنه عنده أحكام قضائية ولكن لا يتجرد من الإنسانية. الكلمات تصل من القلب، تصل إلى القلب. فشكرا لكل هاد الناس هادو اللي لا زالوا وسيظلون ساهرين على أمن هاد البلاد. هادي شي كيكمل شي. كاينين مؤسسات أمنية كيف ما كاين مؤسسات قضائية، كيف ما كاينين مؤسسات تربويه، كيف ما كاينين مؤسسات طبيه، فشي كيكمل شيء. ونحن مع الجميل وضد الاسوء. المهم خوتي العزاز كانت هذه هي الفرحه اللي بغينا ننقلوا لكم. الفرحه بعدا هي الاولى خوتي، من حقنا نفرحوا، والله اننا من حقنا نفرحوا، والشعب كيستحق انه يفرح وينشط. غادي نمشيو للتجار في البشر ديال لبنى. التجار في البشر فيه مقاطع وفيه معطيات وفيه صور وفيه، ولكن هذه التهمه كبيره وكبيره وكبيره جدا جدا. هذه التهمه هذه واش غادي تسقط على لبنى لانها يعني صورات شي مقاطع او زومات على شي مناطق، او عاشت معها البنت او استغلت ديك البنت في الادسنس يعني موازة مع ان هاد البنت كانت عايشه معها، وهاد البنت يعني الاب اللي كانت عايشه مع باها، فبالتالي جات الزوجه عاشت مع الاب، يعني ماشي جابتها من دارها. ومنين تشد الاب خلى هاد البنت عايشه معها، وهاد البنت هذه كانت واكله شاربه قاريه. فموازاه مع هاد المعطيات اللي عند لبنى واش غادي تطيح عليها تهمه الاتجار في البشر، او الاتجار بمعنى اخر الاتجار في بناتي، كتاجري ليا في بناتي. وكنا كنسمعوا سابقا كتخرج الام وكتقول لها خدمي لي على بناتي، راكي غير كتجمعي ليهم، يعني انت غير بحال ديك حمار طاحونه كتخدمي هنا وتخدمي هنا، وفي الاخر غادي يورثوا بناتي، هما اللي غادي يورثوا، وولادي هما اللي غادي يورثوا، بحكم ان الام عندها جوج ديال الوليدات
والاخرى كانت باقا ما ولداتش، او حتى منين ولدات بنت. فاذا كان اللي غيجمع الحصيصه غادي يجمعوها الولاد، يعني الاربعه. المهم خوتي العزاز، هادشي هذا لا يسر لا حبيب ولا عدو. نحنا ماشي ما غنقولوش لفلانه لا ما ديريش قضيه، لا ديري قضيه، ديري قضيه وسيري فيها. راكي درتي قضيه ديال زنا المحارم ومشيتي فيها بدون لا ادله عندك، وبدون فيديو صوت وصوره وقطي وبدون يوزبي وبدون شهود وبدون ما كاين والو، مشيتي فيها لاخر دقيقه. انت فعلا عندك النفس الطويل، وهذا جاءت يعني الكنيه ديالك، النفس الطويل الطويل جدا. الله يعطيك النفس في نفس، الله ينصر الحق، يبين الحق. اذا عندك حق على هذيك الام البديله اللي كنقولوا لها الام البديله، غتاخذي منها، خذيه منها. كان الحق لها، القضاء حين سيحكم سنقول عاش القضاء وكلنا حكم القضاء. حنايا ماشي بحال اللي غادي يبقاو يحفروا يقول لك لا يا ودي غير هذه كانت ناقصه وهذه ما كانتش ناقصه. الله يا ودي كانت ناقصه وغادي تكمليها. واشنو بان لك تلبسي شي روب وتوقفي لينا انتيا في وسط المحكمه وتقولي لهم انا اللي كنكمل الناقص اللي في المحكمه من اليوتيوب، كنجيبو ونكملو من اليوتيوب. لا 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 لا, لا. انا اعترض، كاين هذه وهذه وهذه. الدفاع ديالكم ما اعترضش، انا غنعترض. الدفاع ديالكم ما اعترضش على الدفاع، انا غادي نوض غادي نعترض. حنايا مع القضاء، مع الاحكام القضائيه، لنا الثقه في الرؤى ديالها وفي الاحكام ديالها، في قرايتها، في مساطرها، في اللي كتشوفوا سمعا وطاعه. المهم خوتي غادي ندوزو من هذا الموضوع للموضوع، ايوا الموضوع الخايب. غنمشيو للخيوبه، غنمشيو فين ما كان شي حاجه خايبه. دابا غادي نمشيو ليا، دابا مشينا لحاجه الزوينه والدكاتره وديك الشيء والاحكام القضائيه والقضاء ديالنا والمحامين والتهم كبيره ديك الشيء، ديك الشيء الزوين مشينا له. دابا غنمشيو للحاجه الخايبه 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 الخايبه، المعاطيه. البارح اخوتي، وماشي غير البارح، دابا هذه تقريبا شي 5 ايام هكا، نايضه مطايفه ومنايضه معاطيه في عين السيخ. شي كيتعاطى من هنايا وشي من جونيف. كاين عين السيخ ضد جونيف مع عين السيخ. كانت الصداقه يا خوتي، وكنا نشوفوا الموده والحب. وكنت انا صراحه كنحاط يدي هكا مثلا على شنو هذه سميتها، على لحيتي على دقني زعما كنحاط يدي على دقني هكا، كنبقى نقول هادشي كله حب، هادشي كله صداقه. ايوا وعاوتاني كنرجع نقول ويلي غا انتي تكويتي من الصديقات، تكويتي منهم صافي ما بقاش كتبان لك الصداقه. ايوا كنقول الله ينعس الشيطان، يمكن الهلا يطيح بنا على حجره. كنا كنشوف اختي خديجه مع ناديه ديك الشي مفرط، وديك المعزه وديك طقها انا في عين السيخ، طقها فيديوهات الخروجات، صاحبتي نبكي المطار الوصيل الدموع تنخنيخ، ديك الشي قوتو بوكو. المهم اليوم كنشوفوهم بانهم خارجين كيتعاطاو، ويا ريتهم كانوا يتعاطاو غير بعضياتهم. وحده تقول لها كحله القمقم، والاخرى تقول لها الغليظه، والاخرى تقول لها العوره، والاخرى تقول لها الزيزونه، والاخرى تقول لها الرقيقه، والاخرى تقول لها المحروقه. لا 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 لا, لا. هذا الشيء الخيخ. قلت لكم اي حاجه خايبه وخيبوعه غتسمعوها في هاد الجوج هادو اللي جايسين كيتعاطاو دابا بعضياتهم. بدات القضيه كيفاش بدات القضيه؟ دابزوا اخوتي قال لك بيناتهم، مشات كل وحده في الطريق قالت لها انت ميك عليا وانا نميك عليك، ما تهضري معايا ما نهضر معاك، ما تعاوديش تحطي التصاور ديالي، ما تعاوديش تهضري عليا. ميكو على بعضياتهم شويه، وكتنقز لينا السيده اللي في جونيف، نقزات لينا اللي في جونيف حاليا وفرنسا سابقا، نقزات لينا وقالت ليها تزوجتي، والسيده الاخرى مغطيه الزواج ديالها ولا مخبعه، قالت لك بلاتي انا كنت حقا عاد غادي نحطوا لكم. الاخرى ما عجبهاش الحال، ناضت كتعطيها للراس، ناضوا كيتعاطاو وكيحطوا الاسرار وكيحطوا كاينين شي ايماءات وايحاءات على اشياء فظيعه جدا، والجميع يكتب. وما بغيناش نمشيو في هذا السياق، وهذا الشيء مشوه جدا جدا جدا. من زنا المحارم لا، الواحد الجوجات، ها الرقيقه ها الغليظه ها السمراء ها البيضاء. الله يا ودي الله يا ودي، ما لقيتو في من تلعبوا، كتخوضوا في واحد البلاصه نتينه خديره، في واحد المستنقع. هي غادي يعيبكم بجوج، غيخلي عليكم الاشاعه بجوج، وحده مزوجه ووحده عاد تزوجت، كانت بيناتهم علاقه، هذيك العلاقه كان فيها حب. كنا كنقولوا هذاك الحب ديال الاصدقاء، سبحان من حبب خلقه فيها.
بجوج بهم متحابين لله، الحب في الله، الحب في الله. ساعه دابا بداو كيخرجوا شي حوايج راه الجميع تكلم في هذا الشيء هذا، وبلا ما يتكلموا قنوات باش ما تكبرش هذه القضيه هذه. المتتبعين اللي عندهم في القنوات ديالهم بجوج كيعطيوهم للراس، لان هما اللي كيخرجوا شي حوايج راها غير اللي ما بغاش يفهم، وغير اللي ما بغاش يهضر، وغير اللي ما بغاش يستوعب، راه هما كيخرجوها على راسهم. راه ماشي هذا راه ماشي دخان، هذه راها النار. كانت دخان، كانت خرجتها اول مره، كانت خرجت الهضره من الجهه ديال البدويه، كانت دخان. ولكن دابا هذه ما بقاش دخان، هذه رجعت نار. راه باش تخرج وحده وتقول لك انا كنت مع صاحبتي في الدار ديالي، وجات هي كتفرع عليا الباب، واسمعوا خوتي، كتفرع عليا الباب حتى طيرات البوانيه ديال الباب وبايته في الدروج، وكتقول لي خرجي هذيك اللي دخليني نشوف شكون اللي بايت معاكي، شكون اللي ناعس معاكي. قالت لك وحتى صباح الصباح وهي مبيتها، ما بغيتش نحليها الباب وهي بايته في الدروج. اش هاد الحب هذا؟ شنو هاد الشيء هذا سميتو؟ يعني كتقول لك راه كانت معايا فلانه. اش هاد الشيء هذا؟ كيفاش نبات انا في سميتو في الدروج؟ كيفاش انا غنبات في الدروج على صاحبتي نقول لها خرجي شكون معاك في الدار حلي الباب؟ وراه نتوما اللي كديروا النار، وراه نتوما اللي كتعطيو هاد الشيء هذا للمتابع. ما فهمتش. قالت لك وحتى الصباح وعاد شديت هذيك البنت وخبعتها. سمعوا خبعتها في البيت. قالت لك خبعتها في البيت وعاد حليت عليها هي ودخلتها وخرجت الاخرى من البيت من برا لبرا. الله يا ودي، اش بغيتونا نفهموا؟ اش بغيتونا نقولوا؟ اش بغيتو توصلوا؟ كيفاش وحده غتخبع واحد؟ انا كنعرف انا هادشي هذا كيديروه غا شي وحده كتخون مثلا راجلها، كيكون راجلها مثلا دق عليها كتخبع صاحبها ما نعرف شنو، كتولي تدخلو كتخرج الاخر. اش هادشي هذا؟ اش هاد الويل؟ وماشي اول مره. والاخرى مخرجه لينا الفلوس، مخرجه لينا المليون في المليون ونص، في 8000 درهم، في 7000 درهم، في 5000 درهم، 13 مليون حسبها لها المتابع اللي خسرت على صاحبتها. وقالت لك هادشي هذا وراه حتى لعبه والتوزه. قالت لك وراه الورق مشاو ليا. هذه كاع كامله صحبه، هذا كاع كامل حب. ومنين تسوليها تقول لها علاش عطيتي هاد الفلوس، شنو كتقول لك؟ كنت مطمسه وكنت مغمضه. كيفاش مطمسه ومغمضه؟ حنا ملي كيكون شي واحد كيعرف شي وحده ولا شي وحده كتعرف شي وحده تقول لي لا كنت مطمسه ومغمضه، زعما كانت ساحره لك. وملي كانت ساحره لك شنو كنتي كتحسي؟ ديك الاحساس ديال السحور وانت كتعطيه الفلوس كان احساس قوي؟ كان شنو ديك الاحساس اللي يخليك تعطي هاد الفلوس هذه كامله؟ راه ما تدخلي لناش في عقلنا بانها غير حبا فقط. وعلاش عائلتك كلها كانوا معترضين عليها؟ وعلاش كنتو تكذبوا على المتابع؟ وها هي عطاتني، وها هي جابت لي، وها هي المكانه، وها هي الضروبه، وها هي. وعلاش كتضطري تكذبي على عائلتك؟ وديك الفلوس هذيك واش ديالك كلها ولا اللي حيتاش نتوما مشاركين القنوات ومشاركين المحتوى، ولا ديال عائلتك وكنتي كتعطيها لوحدها؟ اش هاد المصيبه الكحله؟ الاخرى كتقول لي خليتها فيك تغرى وتزوجت. علاش ما بغيتينيش نتزوج؟ وكتعطيها اشاره بان بحالي كتغيرها. ها انا مع راجلي، ها انا جالسه، انا كنتعشى معاه، انا حنيت، انا شريت الخواتم، وانتي مزوجه وما بغيتينيش نتزوج. الاخرى كتخرج ليها واحد الكونفرساسيون بينها وبينها، كتقول لها خنتيني يا الغداره، خنتيني يا الغداره يا بنت القا. ولكن هكا يكونوا بنات القا. خنتيني ومشيتي ديتي ولد كريطه. اويلي على خنتيني، اويلي على خنتيني، وويلي مشيتي ديتي بنت ولد كريطه، وديتي ولد كريطه. وي لا 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 لا، هادشي هذا قدير ونتن وماشي تأويلا، وماشي غيحطوا عليهم الباطل، وماشي هادشي من افواههم مخرجين القذاره والوسخ. بنتو ليا بجوج بيكم، مع الاعتذار بنتو ليا حقيرات، وبنتي وليا غير هادشي هذا اللي كان دايز بيناتكم وهاد الميساجات. والاخرى كتحط ليها تصاور باغا تقول ليا شي حاجه، كتحط ليها تصاور تعالي حدايا وعنقيني، كتحط ليها تصاور باغا كتقول ليها يعني ما تخرجينيش نخرج نقول. راه ما تخرجيش تقولي لي، عرفتي علاش؟ عندك ولادك وعندك راجلك، والاخرى تزوجت. دابا هذاك الشيء كتعطيوه كتخرجوه بلا ما تحسوا. اما باش تخرجوا تقولوا حنا كنا راه ما غادي تخرجوش تقولوها. ولكن راه الفاهم يفهم والقاري يتهجى. راه ما بقى ما يتقال اكثر من هادشي هذا اللي قلتو، هادشي هذا اللي خرجت، والله ما بقى ما يتقال. قالت ليها علمتك الفرق ما بين شابان وما بين جيلدوش. علاش مشيتي لها شابان وجيلدوش؟ قوت التدويش.
قلتي كنت ملي كنتزوج كنتي كتقولي لها هذا جيل دوش وهذا شامبان، ما قلتي لهاش مثلا علمتك تلبسي مثلا ما عادش تلبسي السبرديله وما عادش تلبسي لاكلاس، علمتك كي تناسق الالوان، علمتك كذا وكذا والحمجديه، مشيتي لها غير شامبوان وجيل دوش، من تما ما خارجين. اش هاد المصيبه الكحله، اش هاد الشيء هذا؟ قالت لها الاخرى هذه اللي عتزوجت، قالت لها انا بعدا انت كما تقولي عليا انا بعدا عتزوج وكنت ديال راسي، انت اللي كنتي مجوجه يا بشا خالده على قول العيساويه بعدا. اش بغيتي اخوتي فين بغيتونا نمشيو بهاد البلاد؟ فين بغيتي تمشيو؟ ولكن والله العظيم الا كاينين شي نماذج كيخرجوا لينا من دابا، وهاد اليوتيوب عطاهم وحل ليهم الباب باش يحلوا فمهم ويخرجوا الخيخ ديالهم، ما عندنا ما غادي نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. يا عباد الله اتقوا الله. اش هاد الشيء هذا كتقولوا؟ راه والله العظيم يشدوكم القنوات، يشدوكم بغيتوا الفضيحه، بغيتوا القلاقل، بغيتي انت غادي تطلقي من هذاك اللي عتزوجتي منه، وانت غادي تخرجي على دوك الولاد، على دوك الولاد اللي اصلا انت راكبه على عودك، وكل مره في كتشالي. انا لا من دول ولا من دول، مشيت لهنا شميت ريحه الخنز، مشيت لهيه شميت ريحه العفن، فين اخوتي غادي نوقفوا؟ جوج كيعطيو الاشارات لبعضياتهم، كانوا هايمين في بعضياتهم، وحده عليها الفلوس الفلوس الفلوس. اويلي اول مره كنشوف انا وحده في المغرب هي كتعطي لي وحده اللي في اوروبا. عندنا بالناس اللي في اوروبا كاع منين ديك الساعات منين كيجيو عند الناس ديال المغرب يجيبوا لهم كادويات، بحيث هما بحكم انهم ما شاء الله تبارك الرحمن يعني مسك عليهم الله، كيخدموا بالاورو، الخدمه كاينه، قلبهم كبير، مشتاقين للبلاد، كيحبوا الناس اللي في المغرب، الناس ضعفاء، وما كيجيبوا الهديات. دابا خوتي تقلبت الموازين، ولات عين السيخ كتعطي لفرنسا وجنيف. وي ولكن اش غادي نقول لكم؟ فلوس البان كياكلهم زعطوط. الى هنا اخوتي ما غادي نطولش عليكم هذا الفيديو هذا، لا زالت لنا عوده في الموضوع، لان هادو قال لك راه حنايا ما غنساليوش وما غنتسالاوش، غنحطوا الزبل الزبولي والخيخ المخوخ، وراه حتى وحده فيكم ما فيها الربح، وحتى وحده ما فيكم فيها الربح، واللي قاصت هذه غادي تقيس هذه، ماشي وحده من الملائكه والاخرى من الشياطين. مادام كنتم متفقين مع بعضياتكم وغاديين على نفس الخط، جوج بكم شياطين او بجوج بكم ملائكه، اما كان عندكم حبا في الله او كان عندكم حبا في لا اله الا الله محمد رسول الله. مع السلامه. الى هنا اخوتي ما تنسوناش من لايكات ديالكم، الدعم ديالكم، بارطاج ديالكم، الاشتراك ديالكم رجاء. غادي نستودعكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه. غادي نقول لكم نهايه اسبوع موفقه، دمتم في رعايه الله ودمتم لنا داعمين.